حد يتخيل إن محطة المترو وعربات المترو دي ممكن تكون مكان مصدر لأي رعب في الدنيا؟ حاجة صعبة ومش منطقية ومش معقولة، صح؟ هو فعلا لو حكيت لأي حد عن الهوايل اللي مريت بيها جوه الأماكن دي مش هيصدقني وهيتقال عليا مجنون. عشان كده أنا بطلت أتكلم في الموضوع ده ومحتفظ بيه لنفسي، وبدعي ربنا إن أتعافى من الآثار السلبية اللي سببها لي الموضوع ده وانساه بقى. قبل ما احكي لكم عن اللي حصل بالتفصيل وازاي وامتى، خليني اعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي عزت، اتولدت وعايش في القاهره بقالي سنين وعندي 28 سنه. من صغري وانا بكره المترو ومحطات المترو، مش عارف ليه، وكنت دايما بتجنب اني استخدم المترو في اي مشاوير ليا، واغلب مشاويري الحمد لله بالمواصلات العاديه بعيدا عن المترو. وكنت لما بضطر استخدم المترو في اي مشوار طارئ مخصوص، واللي هو من النادر لما بيحصل، كنت بعمل كده وانا قلبي مقبوض من المكان وببقى حاسس ان انا في عالم مش بتاعي. ايوه انا معتبره عالم مش مكان. المهم خلينا نروح لاخر مره استخدمت فيها الهباب ده واقول لكم اللي حصل المره دي بالتفصيل. كان يوم خميس وكنت رايح مشوار مهم اشتري شويه حاجات محتاجها في البيت، وما كانش قدامي غير المترو عشان اوصل للمكان ده، لان المكان جنب محطه المترو بالظبط اللي المفروض رايح ليها. وعشان الجو كان حر جدا وكنا في عز فصل الصيف، قلت اما اروح بالليل احسن. وبالفعل جهزت نفسي ونزلت، وكنت في محطه المترو حوالي الساعه 7 بالليل، وقلت وعملت حسابي ان باذن الله اخلص مشواري وارجع تاني للمحطه اللي عندي على الساعه 10 بالكتير، لاني عارف لو اتاخرت عن كده ودخلت في الساعه 12 المحطه هتقفل عليا ومش هعرف ارجع. المهم رحت ودخلت المحطه، لقيتها رايقه شويه، بحكم ان يوم الخميس بيبقى اخر يوم شغل ودراسه عند الناس، فالضغط بيبقى اقل والعدد بيبقى بسيط في المحطات وعربات المترو. بس انا من ساعه ما دخلت وانا قلبي مقبوض وجوايا صوت بيقول لي روح احسن وبروح في يوم تاني، او بلاش تروح بالمترو خالص. قلت اكيد دي تهيؤات وعشان انا مش متعود وما بحبش استخدم المترو، وقعدت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقمت داخل على شباك التذاكر وقطعت تذكره للمكان اللي رايح له. بس لاحظت حاجه، الساعات في المحطه كلها واقفه على الساعه 12، وكمان الراجل وهو بيديني التذكره لقيته بيبص لي جامد وباين عليه الخوف، وكان عمال يقول يا ساتر يا رب اللهم احفظنا، دول بيطلعوا امتى دول؟ وهمس مع زميله اللي جنبه، بس انا سمعته عشان همسه كان بصوت مش واطي قوي يعني، وكان بيقول له ولا مش ده المجنون اللي رمى نفسه قدام المترو امبارح؟ وقفت لنا حال المحطه وعفرتها. انا سمعت الكلام ده فقمت متكلم بصوت عالي وقلت له في حاجه يا استاذ؟ حضرتك بتقول حاجه؟ قال لي لا يا فندم مفيش حاجه، تذكرتك اهي واتكل على الله وسيبنا في حالنا بقى، احنا مش ناقصين وفينا اللي مكفينا. قمت واخد التذكره وماشي وانا مش فاهم حاجه، هو شكله يوم باين من اوله، ما ركزتش وقلت ربنا يستر ويعدي اليوم على خير وخلاص. وما زال الصوت جوايا بيتردد في عقلي وبيقول لي بلاش يا عزت، افتكر اني قلت لك بلاش. انا قلقي وخوفي زادوا وعايز ارجع، بس زي ما يكون مسلوب الاراده وحاجه بتحركني ان اكمل. المهم رحت عند الرصيف ومستني المترو، ولاحظت حاجه في قمه الغرابه، الرصيف اللي واقف ومستني المترو عنده ما فيهوش حد غيري تقريبا، مع ان الوقت مش متاخر يعني عشان يبقى الدنيا فاضيه كده. والاغرب ان لقيت المترو واقف وابوابه مفتوحه كانه مستنيني مخصوص. انا جبتي ابتدت تتلبش وجسمي ابتدى يترعش والخوف والقلق ابتدوا يسيطروا عليا، وصوت انباش ودقات قلبي عاليين كانهم حد بيتكلم معايا. خدوا التقيله بقى، المترو سواقه باصص لقدام وثابت زي التمثال وعليه اقصى علامات الرعب. هو انا دخلت زومبي لاند ولا ايه؟ انا قلبي اتقبض جامد ومش قادر اكمل، وقلت اخلي المشوار في يوم تاني خلاص عشان شكل الوقت مش مناسب لاي مشاوير النهارده، بالذات بالمترو. عايز الف وارجع واروح مش قادر، وحاجه دفعتني للدخول جوه المترو بالعافيه، فقمت داخل غصب عني. واول ما دخلت المترو اللي بالحال ده قامت الابواب بقدره قادر اتقفلت والمترو اتحرك. شكل داخل على مغامره رعب زي بتوع الافلام الاجنبي، ربنا يستر. اللي حصل بعد ما دخلت المترو اني رجع بيا فلاش باك لامبارح، ولقيت المترو اللي انا فيه جايبني عكس، يعني كاني راجع مش رايح. وكانوا حوالي 5 محطات، وشايف قدامي زي ما يكون فيلم ومشهد وانا بس متفرج، بس كاني بتفرج على الفيلم 3D. والسيناريو اللي حاصل قدامي كالاتي، ناس عاديين في المترو راكبين وناس خارج المحطه مستنيين وحاجه طبيعيه جدا، وفجاه الاقي مشهد اخترق عقلي لواحد بيتكلم في التليفون وشكله مستني المترو في المحطه اللي انا ركبت منها. والمكالمه كالاتي، شاب بيكلم صديقه وبيشتكي له ويفضفض له وبيقول له انا زهقت يا شاب، كل يوم نفس المشاكل والخناقات مع اهلي في البيت على نفس الحاجه، هو انا ذنبي يعني اني مش لاقي شغل؟ انا كل ما ادور على حاجه واروح واعمل مقابله اترفض، وما بيتقاليش غير اني نحس، اني فقر، اني فاشل، اني مش نافع، والارزاق بايد ربنا اصلا، يعني هو اللي في ايده يرزقني في الوقت اللي عايزه، وانا بعمل اللي عليا وبسعى والله، انا مش ساكت، بس ربنا اللي مش رايد لي رزق دلوقتي، اعمل ايه؟ وانا غلبت افهمهم زي ما بفهمك كده وهم مش عايزين يفهموني ولا حاسين بيا ولا مقدرين الظروف اللي بمر بيها. انا نفسيتي متدمره حاليا وانا بكلمك، لان موضوع ان بقالي سنتين بدور على شغل ومش لاقي ده تعبني قوي. انا مش بس متضايق بسبب كلامهم، انا كمان متضايق طول الوقت ومقهور بسبب ان دفعتي في الكليه كلها لقت شغل وانا لسه، واللي قرب يتجوز واللي بقى عنده شقه واللي سافر وربنا كرمه بعد عمل كويس ومش عارف ايه، وانا محلك سر. فرد عليه شاب وقال له معلش يا صابر، خلي املك في ربنا كبير، وخليك واثق ان مع العسر يسر، وان الصبر ده نهايته جبر باذن الله وفرج كبير، وربنا بيقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده انت حتى اسمك صابر يا جدع، ازاي اسمك صابر ومش صابر يا عم صابر؟
يا عم فك كده واضحك وفرفش، محدش واخد منها حاجه. رد عليه صابر باغرب رد ممكن حد يسمعه في الدنيا واللي مش منطقي بعد كلام شهاب ده. قال له انا خلاص يا شهاب زهقت من الدنيا واللي فيها، انا هسيبها لهم مخدره وامشي واروح عند اللي خلقني، هو احن عليا من الناس كلها وهو الوحيد اللي حاسس بيا وعنده احسن من اي حته في الدنيا. قام شهاب قال له لا يا صابر، مش صح خالص التفكير ده، ولو فاكر ان الدنيا كلها ضدك ومحدش بيحبك احب اقول لك انك غلطان، لان انا موجود معاك اهو وبحبك وبعتبرك اخويا مش بس صديقي العزيز. قام قال له صابر خلاص يا شهاب ما منوش فايده الكلام ده دلوقتي، ولازم انهي كل المعاناه والمأساة دي بايدي، هتوحشني يا صاحبي وافتقدك جدا، يبقى اروح لاهلي وفهمهم واقول لهم اني كان نفسي اشتغل واستقر في شغلي واكون حاجه كويسه انفع بيها نفسي وغيري وبلدي والمجتمع، بس الظروف كلها كانت ضدي وغصب عني ما قدرتش اوصل لحاجه، وغصب عني اضطريت اسيب الدنيا كلها وامشي، وادعيلي وخليهم يدعوا لي ان ربنا يسامحني. قال له شاب صابر لا استنى ما تعملش حاجه، انا جاي لك، انت فين؟ خليك مكانك ما تعملش اي حاجه لحد ما اجيلك بالله عليك يا صابر. ولا كانه سمع حاجه وزي ما يكون كان منوم مغناطيسيا، رد وقال له مع السلامه يا صاحبي. قال له استنى يا صابر، لا يا صابر بلاش، اسمع كلامي اعقل يا ابني وسيبك من الكلام ده. وهو ولا هنا، واللي حصل ان صابر رمى التليفون بكل برود وهدوء على الارض، والخط كان لسه مفتوح وكان شهاب لسه بيتكلم، وعمل كده لما شاف المترو جاي باقصى سرعه وقام رايح ناحيته، واول ما قرب من مكان وقوفه قام رمى نفسه قدامه، وكانت حركه مفاجاه محدش توقعها ومحدش لحق ينقذه، وللأسف كان المترو صدمه. الغريب ان المترو بعد ما صدمه فرمل لوحده بدون تدخل من السواق، وجثة صابر ما اتشوهتش ولو ميت مبتسم كمان، واخر حاجة قالها قبل ما يموت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سامحني يا رب، سامحني يا رب واعذرني واغفر لي غصب عني، انا جاي لك اهو وهسيب الدنيا الوحشه دي، واكيد عندك احسن كتير من اي حته في الدنيا. وقال كل الكلام ده بسرعه وفي سره ازاي، وانا شايف حاجه زي كده دلوقتي ازاي وسامعها بالوضوح ده بعد ما مات معرفش. واللي حصل بعدها ان الناس خرجت من المترو واللي كان مستني المترو كمان، واتلموا حوالين المترو كانوا في ذهول من اللي حصل، وكله عمال يقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكل ده والخط لسه مفتوح وشهاب كان بيتكلم لسه، ومع ارتفاع صوت الناس وكلامهم عن اللي حصل شهاب تقريبا كان منهار ومش مستوعب اللي حصل، وفضل يقول صابر يا صابر رد عليا بالله عليك، اكيد ده مش انت، اكيد ده حد تاني او مقلب انت عامله او كلام بتقوله لحظه غضب وخلاص، رد عليا رد عليا وسمعني صوتك وقول لي انك بخير يا صاحبي. شهاب لقى اللي بيرد عليه فعلا، بس كان واحد عادي في محطة المترو وكان مستني المترو جنب صابر، وقال له شد حيلك يا ابني، البقية في حياتك، صاحبك في ذمة الله دلوقتي، ادعيله هو محتاج لدعاك دلوقتي. فرد عليه قال له ازاي يا عم انت بتقول ايه؟ ده لسه كان بيكلمني دلوقتي، ده اخويا مش صاحبي، بس هو عارف اني بحبه وما اقدرش اعيش من غيره. رد عليه الراجل وقال له لا اله الا الله، واحد الله يا ابني، انت راجل مؤمن، شد حيلك وهو عند الله احسن مني ومنك دلوقتي. انت بتقول ايه؟ هو ازاي يعمل كده ويسيبني؟ ده مالوش غيري، ده مالوش غيري، انتوا فين دلوقتي؟ انا عايز اجي واشوفه. وقام الراجل مديها عنوان المحطه بالظبط، وبالفعل راح شهاب لهناك ولقى جثه صاحبه مرميه في مكانها. الغريب في اللي جاي بقى، اول ما شهاب وصل لقى الراجل اللي رد عليه وقال له يا ابني انت فين؟ صاحبك جثته مثبته مكان ما مات ومحدش عارف يشيل جثته من مكانها، وتليفونه بعد ما رديت عليك واديتك العنوان والمكالمه خلصت فصل ومش عارفين نشغله، والناس مرعوبه تقرب منه ومش عارفين نعمل حاجه، اتصرف يا ابني اكرام الميت دفنه. راح شهاب ناحيه جثه صاحبه وهو مش مصدق ولا مستوعب، وبيدعي انه ما يطلعش هو، لكنه اتصدم باللي شافه وفي نفس الوقت استغرب وفرح بالوضع اللي لقى صاحبه ميت عليه. واللي حصل انه راح قعد جنبه وفضل يعيط وكان منهار، وكان بيكلمه وهو ميت وبيقول له ينفع كده؟ برضه عملت اللي في دماغك وسبتها ومشيت؟ قلت لك لو كلها عليك وضدك انا معاك يا غبي، الاقي فين صاحب طيب وجدع زيك كده؟ مين يقرفني وينكد عليا؟ ومين اللي اقعد ارخم عليه من بعدك يا صاحبي؟ رد عليا وقول ان ده مقلب انت عامله فيا وان ده مش حقيقي، بالله عليك بالله عليك. الله يرحمك يا صاحبي ويغفر لك، وانا مش هبطل ادعي لك واخلي الناس كلها تدعي لك كمان. وقعد يقول للناس هو ارتاح وربنا ريحه من الدنيا اللي كانت تعباه ومات موته مريحه وميت بيضحك اهو، ده دليل ان ربنا بيحبه اكيد، عشان كده خد روحه عنده. وقام رافع راس صابر وهو ميت وخده في حضنه وقعد يعيط، وكأن جثة صابر كانت رافضه الاستجابه والتحرك من مكانها لحد ما جه شهاب، اكتر حد كان صابر بيحبه ويرتاح له وبيتكلم معاه. بعد كده شهاب قال خلوه زي ما هو، لازم اهله يجوا يعرفوا قبل ما يتاخد على المستشفى ويودوه قبل ما يتقفل عليه القبر وما يعرفوش يشوفوه تاني. تليفون صابر اتفتح فجأة ورن، وكان ابوه اللي بيتصل. رد عليه شهاب وقال الو ايوه يا صابر، انت فين يا ابني لحد دلوقتي؟ انا شهاب مش صابر يا عمو. شهاب ازيك يا ابني عامل ايه؟ امال فين صابر؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ وهو فين؟ ما ردش عليا بنفسه ليه؟ شد حيلك يا عمو، صابر ابنك عند اللي خلقه وخلقك، وهو اكيد في مكان احسن بكتير من اي حته تانية. صابر ابني لله الامر من قبل ومن بعد. وقعد يعيط، وشهاب كمان كان منهار، فقال له ابو صابر اديني العنوان يا ابني، اديني العنوان، انا جاي انا ووالدته، لازم نشوفه قبل ما يتدفن ولازم احضر غسله،
قام شهاب مديله العنوان، وجه بالفعل والد صابر ووالدته اللي عملوا قد اللي عمله شهاب صاحب صابر 100 مرة تقريبا، من كلام بحرقة وصراخ وعياط، ومن أحضان بيودعوه بيها، ومن الحصر على فراقه. فقام شهاب في عز انهياره هو كمان خد بإيديهم وقال لهم شدوا حيلكم وادعوا له، هو محتاج الدعاء أكتر من أي حاجة تانية، ولازم دلوقتي نتحرك ونصلي عليه ونجهزه للدفن، عشان احنا كده بنعذبه باللي بنعمله ده، وهو مش ناقص، كفايه اللي شافه من الدنيا وهو عايش واللي عانى منه بسببكم. قام والد صابر قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ هو ده وقت تخاريف يا شهاب؟ لا انا مش بخرف، دي كانت المكالمه اللي بيني وبين ابنك، واللي كانت اخر حاجه تقريبا قالها لي قبل ما يموت، وانا معايا تسجيل المكالمه كمان عشان تليفوني بيسجل المكالمات بشكل تلقائي. وقام سمع لهم المكالمه وكان قلبهم بيتقطع والدموع مغرقه عينيهم وهم بيسمعوا تسجيل المكالمه. وبعد ما خلصت قعدوا يقولوا يا حبيبي يا ابني كل ده شايله في قلبك وساكت، لو نعرف انك هتسيبنا وتمشي ما كناش زعلناك ولا قلنا لك حاجه تضايقك ولا ضغطنا عليك يا حبيبي والله. طب ارجع وقوم معانا واحنا هنعوضك عن اي حزن وزعل، وهنجيب لك ونعمل لك كل اللي انت عايزه ومش هنحرمك من حاجه. شهاب قال لهم ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي، هو طلب مني قبل ما يموت ان ادعي له، وقال لي كمان خلي ابويا وامي يدعوا لي، فادعوا له لو بتحبوه وعايزين تريحوه، ادعوا له ربنا يسامحه وربنا يسامحكم انتوا بقى على اللي عملتوه فيه انتوا والدنيا واللي وصلوا لكده. فردوا عليه وقالوا له كفايه يا ابني كفايه يا ابني، احنا مش حمل حاجه، كفايه اللي احنا فيه. وبعد ما خلصوا الغسل والدفن والاجراءات والناس كلها مشيت، فضل والد ووالدة صابر جنبه مش عايزين يسيبوه، وفضلوا يقرأوا له القرآن لحد ما ناموا جنب قبره من التعب وكتر العياط والبكا. وبرضه شهاب كان عمال يقرا قرآن ويدعي كتير لصابر صاحبه. وفي الاخر خد والد ووالدة صابر وقال لهم ما ينفعش تفضلوا هنا وتعملوا اللي بتعملوه ده، انتوا كده بتعذبوه، يبقوا تعالوا زوروه وادعوا له دايما وطلعوا له روحه صدقه جاريه، هو محتاج للحاجات دي دلوقتي اكتر من اي حاجه. ورجعت من الفلان الباك الطويل ده وفقدت الوعي جوه عربيه المترو، وفوت تقريبا الصبح، يعني فضلت فاقد الوعي تقريبا من بعد نص الليل لحد الصبح لما اشتغلت محطه المترو تاني. وصحيت وفوقني فرد امن المحطه وقال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ المحطه دي اتلعنت من ساعه الحادثه اللي حصلت اول امبارح فيها، والشاب اللي انتحر هنا بالذات الرصيف اللي انت واقف عليه ده. فقطعته وقلت له صابر صح؟ اسمه صابر. فقال لي انت عرفت ازاي؟ هو قرب لك ولا ايه؟ قلت له ها لا ما تاخدش في بالك كمل. قال لي احنا اصلا هنلغي الاتجاه ده ونعمل له بديل في حته تانية عشان انت مش اول واحد يحصل له كده بسبب الموضوع ده، الله يرحمه ويسامحه بقى على اللي عمله. قلت له اترحم الشاب ده، الدنيا كانت جايه عليه قوي. هو بص لي جامد كده باستغراب واندهاش وقال لي ايه؟ قلت له لا مفيش حاجه، ربنا يسامحه ويغفر له ويرحمه، والله اعلم بظروفه، يمكن كان تعبان ولا حاجه وظروفه صعبه ولا حاجه. قال لي ظروف ايه وتعب ايه يا استاذ اللي يعمله في واحد كده؟ ده كفر. قلت له كفر؟ طب معلش خليها عليك وادعي له وربنا غفور رحيم، هو اللي هيحاسبه مش احنا اللي هنحكم على الناس اذا كانوا كافرين ولا لا. فقال لي ونعم بالله يا استاذ عندك حق، الله يرحمه وربنا يستر علينا كلنا ويكفينا الشر. بس انت متاكد انك ما تعرفوش ولا سمعت عن الحادثه حتى؟ لا انا شفتها من كام ساعه. ايه قصدي لا انا بس تعبان من اللي حصل لي ومش مركز، وصعبان على اللي حكيتهولي واللي حصل للشاب ده. ماشي انت كويس دلوقتي؟ طيب اجيب لك حاجه تاكلها ولا حاجه تشربها ولا انت كنت عايز تروح فين اصلا؟ قلت له لا مش عايز اي حاجه ومش مهم خلاص كنت عايز اروح فين. وشكرته ومشيت وخرجت من المحطه ورجعت للبيت، ودي كانت اخر مره ادخل فيها محطه مترو، وحلفت ما انا معتبها تاني بعد اللي شفته ده. وبالمناسبه انا من ساعتها وانا بدعي للشاب ده كل ما بفتكر الموضوع، وكل ما بفتكر الموضوع ده بيصعب عليا جدا، وبجد الله يكون في عون صاحبه اللي كان نفسه يلحقه ومعرفش، ووالده ووالدته اللي اكيد حاسين بالذنب وانهم سبب في اللي حصل ده. لكن ارجع واقول ده قدر وربنا يسامحه ويغفر له ويصبر اهله وصاحبه على فراقه، وربنا يسترها علينا ويحفظنا ويبعد عننا شر الدنيا وشر الشيطان لما يستحوذ على العقول بالشكل ده ويوصل البني ادم لحاجه زي كده.